السلام عليكم. رسالة من لإمام عاشور، من واحد من جمهور النادي الأهلي. مبدئيا إمام عاشور هو أفضل لعيب مركز 8 في أفريقيا، وبيقدم مستويات فارق جدا مع النادي الأهلي. لكن لو هو شايف إن هو أكبر من النادي الأهلي فانسى الكلام دوت، لأن الأهلي وجمهوره عمر ما الجمهور هيقف مع لعيب قصاد الإدارة. وبص على التاريخ هتلاقي حسام حسن وابراهيم حسن مشي ورايحين على الزمالك. ايه المشكله؟ روح. ابراهيم سعيد افضل اكتر لاعب متكامل جه في تاريخ الكره المصريه. الاهلي حاول يقاومه مره واثنين وثلاثه، لكن بعديها ايه اللي حصل؟ خلاص مفيش فايده، روح الزمالك مش مشكله. وبعد ما راح الزمالك بطل كوره. فانت خلي الوكيل بتاعك ادم وطني يلعب في دماغك. النهارده لبست غرامه 1.5 مليون زائد ايقاف اسبوعين عن التدريب، تمام، عن المشاركه في المباريات، تمام. فادم وطن نخليه يلعب في دماغك شويه كمان، فتقف ان شاء الله لغايه نهايه الموسم، فيضيع عليك كاس عالم عشان خاطر وكيلك بيلعب في دماغك. عايز تمشي يا ابني؟ ما تجيب عرض وامشي، انت هتكون احسن من اسامه ابو علي. هات عرض وامشي، هات عرض كويس للاهلي وتوكل على الله، مع السلامه. عمر ما الجمهور بقى يقف للاداره ويزعق وانتوا ازاي وطفشتوا امام. لا يا عم، امام مع الف سلامه يا امام. انت لو شايف نفسك كبير واكبر من النادي الاهلي، مع الف سلامه يا حبيبي. والجمهور كله هيبقى في ظهر الاداره، والاداره لو خدت قرار بايقافك لنهايه الموسم كلنا في ظهر الاداره. ايه المشكله؟ انت احسن لاعب في مصر، عناية الاتنين، بس هتبقى اكبر من الاهلي؟ لا. توكل على الله. حتى لو ايقافك ده هيكلفنا ان احنا نخسر بطولات، بس برضه مش هتتني وتتفرد على النادي الاهلي. والجمهور جمهور الاهلي غير جماهير الانديه التانية، عشان تبقى عارف. يعني جمهور الانديه التانية ممكن كهربا وهو خارج من الملعب يقوم عامل مش عارف ايه وكده، ويقبلوها ويبلعوها عشان ما يلعب الماتش اللي بعديه عشان محتاجينه. لكن انا بقول لك اهو، لو حتى انت ما فيش زيك في الدنيا كلها، الاداره، مش الجمهور عمره ما هيقف قصاد الاداره ويقول لهم لا لعبوا امام. مش هنضغط الكلام ده، عمرنا ما هنضغط على الاداره عشان نلعب امام. لا، مع السلامه. وكيلك بيلعب في دماغك، خليه يلعب في دماغك. بعد ما رجعت لعبت في افريقيا والناس بدات تتكلم عليك كويس، راجع من افريقيا لعبت ماتش ماتشين مع الاهلي، مستواك طبعا كويس، احسن لعيب في الملعب في الماتشين. لكن مع ذلك انت هتلعب بمزاجك بقى، ولا انا هلعب انا تعبان مش مسافر؟ لا، مش مزاجك حبيبي. والاداره، انا بقول ان الايقاف اسبوعين دوت، عدم المشاركه في المباراه اسبوعين قليل، قليل جدا كمان. ولو الاداره شافت ان هي تغلظ العقوبه، تخليها ضعف العقوبه ديت 3 مليون وايقاف لنهايه الموسم، احنا كلنا في ظهر الاداره يا امام. وخلي ادم وطني يلعب في دماغك زي ما انت عايز. بس يعني انت غير وسام ابو علي كان في الصيف، ففي فرصة ان احنا نرتب ونشوف بديل، او حتى لو مفيش بديل جايب رقم كويس، توكل على الله مش هنقف عليك. والحمد لله الاهلي بينافس على كل البطولات من غير وسام، ومن غير امام هننافس على كل البطولات برضه. بس هتمشي غصب؟ لا يا حبيبي، هتجيب الرقم اللي الاهلي هيطلبه، وبعديها تتوكل على الله ومع الف سلامة، ولا هنزعل ولا اي حاجة. حتى لو رايح للزمالك، ايه المشكلة برضه؟ احنا مش زي الفرق التانية يعني. احنا مش هنعيط الحق هيروح الزمالك، لا، مع الف سلامة، نوصلك للزمالك ونتقابل بعدها بكام سنة وانت بتعيط او مديهم مش عارف ايه وماشي، ومن غير بطولات ومن غير اي حاجة، عادي جدا. فانت شكلك لسه ما فهمتش جمهور الاهلي عمره ما بيبقى في ظهر لعيبة ضد الإدارة أو ضد النادي، أو عمر ما حد كان أعلى من النادي. ده الكابتن محمود الخطيب الأسطورة بتاعتنا، بقاله شهر الجمهور ماسكه سالخه عشان الصفقات. خطيب، مفيش أكبر من كده عندنا، الخطيب. فهنيجي عند إمام بقى ونقول لا والنبي؟ لا والنبي يا عم، توكل على الله ومع ألف سلام، عادي. أحسن لعيب في القارة دلوقتي، أحسن لعيب داخل القارة دلوقتي. لكن احنا لو عندنا ميسي نفسه دلوقتي في الاهلي وعمل اللي انت بتعمله، هنقول له مع الف سلامه برضه. جمهور الاهلي غير جمهور الانديه التانية، فركز ركز، فترجع لعقلك كده وترجع تلتزم.
تلتزم غصب عنك، بس ده مش بمزاجك، ده شغل. تلتزم غصب عنك بكلام الإدارة وكلام المدير الفني والكلام ده كله، تمام، ارجع واحنا في ظهرك. هترجع بقى شوية تبقى كويس وشوية تتني، يا عم مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. فجمهور الأهلي أنا شايف كل جمهور الأهلي واخد نفس الخط، لأن احنا محدش كسر عيننا، ولا احنا من الأندية اللي بنجري ونتحايل على لعيب رفع علينا الجزمة ولا ونقول عليه أسطورة. لا 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 يا حبيبي، مع ألف سلامة أنت ووكيلك بس. ف يا رب كده يا إمام ترجع لعقلك، ولو ما رجعتش لعقلك برضو يا مع 1060 سلامة إن شاء الله، وحتى تحترف بقى وتجيب لنا 10-15 مليون دولار. إيه المشكلة؟ توكل على الله حبيبي، ونشوف يعني لعيب تاني ننجمه ونعليه، لأن الجمهور الأهلي هو اللي بيعلي النجم ويخليه نجم يطلع في بدل الإعلان 10 إعلانات في السنة. وجمهور الأهلي برضه هو اللي يخليك تقعد تبطل كورة وتقعد في البيت. وشوف لعيبة كتير قبل ما تيجي النادي الأهلي كانتش بتعمل ربع إعلان في 10 سنين، يا دوبك بس اسمها ارتبط بالأهلي بقت تعمل إعلانات من قبل ما تلبس التيشيرت. لأن الشركات دي باصة على الشريحة الأكبر في مصر اللي هي إيه؟ جمهور الأهلي. فبإذن الله لو خرجت بالأهلي هوا 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 في كل حاجة. وانا من رأيي لو الإدارة شايفة ان هو بيحاول يضغط هو وكيله عشان خاطر احتراف بقى يزود عقده والكلام ده كله، انا من رأيي لا في زيادة عقد ولا في تجديد عقد. وعايز تمشي يا حبيبي هات عقد يكون انا وافق عليه، الإدارة توافق عليه، وتوكل على الله وجمدك لنهاية الموسم لغايه ما تجيب العقد اللي انت عايزه دوت، وتتكل على الله، تتكل على الله تروح للنادي اللي انت عايزه. بس هيضيع عليك كاس عالم يا حبيبي اللي انت مستنيه، واللي انت بتفرج بقالك شهرين وانت تعبان، ربنا الحمد لله يقومك بالسلامه، ان انت عايز ترجع وبتاع عشان تلحق افريقيا، وبعد ما تلحق افريقيا تثبت نفسك اكتر عشان تلعب كاس عالم. لا ان شاء الله لو يعني دماغك لسه فيها تراب، لا مش هتلحق كاس عالم، مش تلعب كاس عالم يا مان. فدي رسالتي، واتمنى الاداره تغلظ العقوبه، اتمنى الاداره تغلظ العقوبه، لان انا شايف ان العقوبه دي لا بسيطه. لاعب بياخد 30 مليون يتخصم منه 1.5 مليون، لا رقم قليل جدا، على الاقل 20% من عقده. وايقاف اسبوعين. ليه ايقاف اسبوعين؟ خلوها شهر، ايه المشكله؟ لحسن يكون فاكر ان هو من غيره الاهلي الدنيا هتبوظ، لا خلوها شهر. وانا شايف والجمهور شايف نخسر كام بونت، ايه المشكله نخسر كام بونت؟ مع ان انا شايف ان الاهلي عنده لعيبه تشيل مكان امام، يعني عنده محمد بن رمضان ممكن يلعب مكان امام، ممكن زيزو يلعب مكان امام وينزل بن شرقي، يعني عندنا حلول كتير ما تقلقش. يعني الدنيا مش تقف عليك، الدنيا لو كانت تقف عليك كانت وقفت عليك وانت تعبان، انت بقالك 6 شهور تعبان يعني عادي. فدي رسالتي لامام عاشور ورسالتي للاداره، واتمنى ان الاداره تغلظ العقوبه. شكرا جزيلا.